التي تجمع بين ملعب جيلورا بونغ تومو العناصر للخروج بنتيجة إيران مقابلة اليوم بقيادة المدرب حسين، بالإضافة للمساعد الثاني مايا لوتش وأنس علوي. الفق الأيمن محاولة المرور دائما، التسديد تسديدة خارج الملعب. ركض لحظات هنا تنفيذ الركنية في المنتخب الإيراني. تعتبر هذه المشاركة هي الأكلة الحرة المباشرة. هنا التنفيذ هي دائما لمنتخب إيران. تمريرة طويلة، البحث عن بسرعة ينجح منتخب إيران في استرجاع الكرة. خطأ عبد الحميد للحموني في فرصة العرضية، تصل الكرة في الرواق الأيمن. بعد ذلك المغادرة أمام منتخب الكوت ديفوار، بالإضافة لأيمن الناي بفرصة ومحاولة بمحاولة. يا ترى من سيتمكن؟ هنا أيوب شيخون للحموني، فرصة ركنية للمنتخب الإيراني. تنفذ الركنية، ضربة رأسية. إلى أين سيرسل الكرة؟ هنا العرضية، حمزة كوتون، البحث عن كرة في منطقة الجزاء. التسديد، تسديدة خارج الملعب. مراوغة يبحث عن العرضية، ينجح في منتخب إيران في منطقة الجزاء. حذاري التدخل، التدخل من أنس علوي. عادت للمنتخب الإيراني. تنفذ الركن في الوقت المناسب. كرة في الرواق الأيمن. الحكم يعلن عن خطأ. الحكم تمريرة طويلة من إيران، التمرير من مهان. حذاري حذاري حذاري، يتدخل الحموني، تضيع من لنوفل الحناش. قبل نهاية الشوط أيمن الناير، عرفان يتدخل دخون. العرضية فرصة لمنتخب، يحاولون عدم خسارة الكرة، يحاولون ربح كل الصراع. من حمزة، العرضية تقدم أنس سريع، أنس يا أنس. الكرة من محمد أمين، عادت لمنتخب إيران. اسماعيل يرفع، اسماعيل يرفع، اسماعيل بطريقة ممتازة من مدافع المنتخب الوطني. في أخطاء الآن يجب استغلالها. أمين كتيبة كوتون، التمرير. أيوب شيخون عبد الحميد معالي، تنفيذ الكرة ثابتة. فرصة لمنتخب إيران، في فرصة جديدة للمنتخب الوطني. العرض، قوة الهجوم، الخط الهجومي لمنتخب إيران يسرع، يدخل لمنطقة الجزاء. العرض، حارس أرشا شاكوري عبد الحميد. خطأ، خروج حارس المرمى. من الناير يتدخل، البحث عن أبو الفضل موري. إمكانية المرور دائما أنس، دفاعية المنتخب الوطني. المرور، المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-2 في منطقة الجزاء. دور ثمن النهائي. كرة في وسط الملعب، علوي للمنتخب الإيراني. عناصر الوطنية، المرور، المراوغة. تمريرة طويلة من علي عرفان، محاولة التدخل. يراوغ أيوب شيخون، فرصة للمنتخب الوطني. التدخل من حارس المرمى. المرور ثم التسديد، تسديدة محاذية للقائمة الثاني.
هنا فرصة محلل أيمن وصلت لكوتون تسديدة وفي محاولة جديدة العرضية قادمة إمكانية التسجيل. محاولة جديدة للعناصر الوطنية المرور المراوغة إمكانية التسجيل كان قريبا المنتخب الوطني التنفيذ التدخل من حارس المرمى الملعب يتقدم يرسل الكرة المرور تسديد من دفاع منتخب إيران يتدخل دفاع المنتخب الإيراني الحكم يعلن عن خطأ فؤاد زهواني التمرير الجزاء تحضير المرور إمكانية التسجيل الدفاع يتدخل هنا محاولة والهدف الأول للمنتخب الإيراني الهدف الأول للمنتخب الإيراني الركلة الحرة المباشرة التصويب فؤاد زهواني يمر العرضية فرصة إمكانية التسجيل الهدف هدف التعادل للمنتخب الوطني. المنتخب الوطني ينجح في تعديل النتيجة في الوقت البدل الضائع. تسديدة لا تصد ولا ترد. الركلة الترجيحية الأولى التسديد منح الدور الأخضر للاعب إيران. يلا سدد بنجاح. ديل طه يضيع عمران التسديد يسجل في مواجهة